ثانيا أن الله عز وجل قد أوجب على العباد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وتقديمها على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل على محبة النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي، قال: الآن يا عمر. فهذه المحبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، لها ما ينميها ويقويها، وهو حسن المعرفة بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وأوصافه وشمائله الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الرجل في زمانه عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ولقيه ورأى تعامله صلوات الله وسلامه عليه أثر فيه غاية التأثير، حتى إنك تقرأ في السيرة بعض من كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فيتحول فور رؤيته له ولتعامله وأخلاقه وآدابه، ليس على وجه الأرض أحب إليه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يحتاج المرء ليقوي هذه المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في نفسه، يحتاج إلى قراءة كثيرة في هديه، في شمائله، في أوصافه، في أخلاقه، في آدابه، في تعاملاته الكريمة عليه الصلاة والسلام. فهذا ينمي المحبة، والمحبة كما تقدم تنمي الإيمان.